من داخل قاعة مؤتمر الدولي الجغرافي عن حل مشكلات المياه في الوطن العربي. معنا اليوم الباحثة الدكتورة علا الشربيني صابر، مدرس بجامعة دمياط. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، شرفتينا اولا، كل عام وانتم بخير، وبنقدم ليك التهاني والتبريكات على شهاده التقدير والتكريم اللي كرموه لك المؤتمر النهارده. ادفع كده التكريم بس كده بسيط كده. ماشي يا فندم. حضرتك قدمت بحث النهارده، ايه هو البحث اللي قدمتيه للمؤتمر؟ كان بيتكلم عن اختصر عنه كده. تقييم الموارد المائية في منخفض سيوة. البحث كان مهم لان بنناقش فيه مشكله الميه، بما ان منخفض سيوة احد المنخفضات الكبرى في الصحراء الغربيه، وحاليا تبع خطه التنميه المستدامه بيسعوا الى تنميه الزراعه او المجتمع الزراعي في المنخفضات. فاحنا عندنا مشكله الميه يعتبر فيها نظره، وكان مهم جدا ان احنا نتناول الموارد المائيه اللي موجوده. والنقاط الاساسيه اللي كانت في البحث ان احنا عندنا 3 موارد مائيه في المنطقه، اللي هي المياه الجوفيه المتمثله في الابار والعيون، ومياه الامطار، وطبعا دي قليله في منخفض سيوة، بالاضافه الى مياه اللي هي البحيرات. وتتبعت دراسه البحيرات في سنوات متعدده، واكتشفنا ان البحيرات بتزيد مساحتها بناء او سببها زياده مياه الصرف الصحي اللي موجوده او مصرف اليها. وطبعا دي مشكله من المشاكل الاساسيه اللي المفترض يضع عليها حلول او مقترحات. احد الزملاء سالني ازاي احنا ممكن نحل مشكله الصرف الصحي بدل ما تصرف الى البحيرات اللي هي الاساسيه اللي موجوده في داخل سيوة. ممكن احنا نعمل بحيرات صناعيه، والبحيرات الصناعيه دي تصرف اليها مياه الصرف الصحي، واحنا نعمل ليها عمليه معالجه ثم يعاد استخدامها مره اخرى في اللي هي الزراعه. جميل جدا. وبعدين عملنا بقى اللي هو نموذج لتقييم درجات الملوحه. والملوحه العاليه جدا، والملوحه العاليه طبعا بتشمل اكثر من 50% من الموارد المائيه اللي موجوده. الحل ان احنا نحاول نستخدم ري بالرش وري بالتنقيط اللي هي وسائل الري الحديثه، ونشوف انواع المحاصيل الاقتصاديه اللي احنا نقدر تتحمل الملوحه المرتفعه دي، بحيث ان هي نقدر ان احنا نحل المشكله من خلال المحاصيل، لان هي الفكره كلها قايمه ان احنا نعمل تنميه مستدامه وانشاء مجتمع زراعي جيد. ان شاء الله. ان شاء الله. بحث رائع وجميل جدا 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 ومفيد قوي. احنا بنشكر حضرتك في نهايه اللقاء، وبنقدم لك تاني مره ثانيه. كان معكم دكتور مجدي الناظر، راديو صوت